تكونوا باحوال جيده ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم فقاسرولي بالشكلاط كيجي هائل شكلا ومذاقا، واهم من ذلك انه بمقادير بسيطه وفي متناول الجميع. ندوزو المقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات، وساشي فاني، خميرة الحلويات، كأس ديال الزيت، وكأس ديال سنيدة، ملعقة كبيرة ونصف ديال الكاكاو، وعندي شوية ديال الملحة، والدقيق اللي كيبقى على حسب الخليط. فناخذ في واحد لوبول غادي نوضعوا 3 ديال البيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ ضروري، وغادي نوضع عليهم قبصة ملح وكأس ديال سنيدة، ومن بعد غادي نضيف ساشي فاني وكأس ديال الزيت. صافي كنخلط المكونات جيدا غير بالطراب اليدوي فقط. صافي هنا غادي نبقى نخلط جيدا كما كتلاحظوا، كيبقاو ليا غير النواشف. فغادي نضيف الدقيق اللي قلت لكم كيبقى على حسب الخليط، كنضيف تدريجيا، وغادي نضيف عليه خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام. ومن بعد غادي نحاول انني نجمع بالاصابع ديالي كما كتلاحظوا. فالعجين يكون شويه رطب، وما يكونش ثقيل بزاف، وما يكونش ثاني خفيف بزاف كما غادي تشوفوا معايا. فكيبقى على حسب الخليط، راه عينكم ميزانكم. صافي كنبقى نجمع العجين ديالي حتى كتجمع كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل، كتكون العجين رطبه. غادي نقسمها على جوج، وكنحاول انهم يكونوا قد قد. فالنصف غادي ندير فيه الكاكاو، والنصف الاخر غادي نخليه حتى ندير فيه نكهه البرتقال. هنا غادي نوضع ملعقه كبيره ونصف ديال الكاكاو المر. غادي نحاول ندخلها جيدا في العجين. الى لقيتو مع صعوبه ديروا واحد القطرات ديال الزيت او القطرات ديال الحليب. هنا من بعد العجين الاخرى غنوضع عليها واحد شويه ديال نكهه البرتقال اللي كتبقى اختياريه ماشي ضروري. صافي كندخلها حتى هي جيدا. وهنا غادي نبدا مرحله ديال انني غادي نطلق العجين. فانا هنايا استعملت ورق الطبخ، تقدروا تستعملوا عفوا غير بلاستيكه. صافي غادي نحاول انني نطلق العجين، نطلقها على شكل مربع، وتكون السمك ديالها يكون شويه رقيق كما غادي تلاحظوا معايا. فغادي نحاول انني نطلقها يكونوا قد هاد الكره البيضاء، والكره الاخرى اللي درت فيها الكاكاو كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. فشو معايا السمك تيكون رقيق. صافي هنايا غادي ناخذ نطلق الكره الاخرى بنفس الطريقه. حتى هي غادي ناخذ لها ورق الطبخ. صراحه ورق الطبخ كيعاوننا مزيان في اننا نطلقوا العجين. وصافي غادي نطلقها كما قلت لكم بنفس الطريقه اللي طلقت بها الكره الاولى. فكنحاول انني نديرهم قد كما كتلاحظوا معايا، والسمك كما قلت لكم يكون رقيق حيت كنديروا وحده فوق وحده. صافي هنا غادي ناخذ العجين الاخرى وغادي نوضعها من فوق العجين اللي درت فيها الكاكاو كما كتلاحظوا. نحاول انني نضغط عليها ونزول هذاك ورق الطبخ بسهوله كما كتلاحظوا. صافي هنا غادي نحاول انني نقادها، هذوك الجوانب نحاول نجرهم ونقادهم باش يجيني العجين مقاده ومتساويه. فالصراحه جد سهله هاد الحلوه وكتجي رائعه الصراحه البنات، واهم انها اقتصاديه. فغير جربوها راه ما غاديش تندموا عليها، كتجي لذيذه بزاف. صافي كنطلقها عاود بالمدلك حتى كيلتصقوا ليا مع بعضياتهم وكيتقادوا ليا مع بعضياتهم كما كتلاحظوا معايا. غادي نحاول انني نقلبها على الوجه ديال الكاكاو كما كتلاحظوا. وهنا غادي نديرها على شكل مستطيل، وغادي نبدا نرولي كما كتشوفوا معايا. فبسهوله كنروليها. صافي كنحاول انني نروليها كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. كنرولي وكنضغط شويه بالاصابع ديالي. هنا غادي نقطع الحربول الاول بقطعه بيتزا او سكين.
هنا هادوك الجوانب كنحاول انني نضغط عليهم مزيان كما كتشوفوا معايا باش ما يتحلوش لينا في الفرن. فاش غادي نكونوا كنطيبوهم ما يتحلوش لينا هادوك الجوانب. صافي هنا كيكون الحربول الاول واجد، وهنا غادي ندير الحربول الثاني. غادي نرولي العجين كما كتلاحظوا، وفي هاد الوقت راه كيكون الفران ديالي شاعل، فكنشعل عليه 200 درجه، كنخليه حتى كيطيب. اللي كنشعل عليه الفوق غير كيتحمر واحد شويه صافي وكنخرجو. فهنا كما كتلاحظوا الجوانب ضروري انني نضغط عليهم مزيان كما كتشوفوا باش ما يتحلوش لينا في الطياب. صافي وكنكمل بنفس الطريقه. كيبقى ليا الحربول الثالث والاخير، كنحاول انني كما كتشوفوا راني غنروليه بالجهه المعاكسه باش كيجيني الحربول مقاد كما كتشوفوا. صافي وكنحاول حتى هو نضغط عليه جيدا. كنأكد البنات انكم تضغطوا مزيان بهذه الطريقه باش ما يتحلش معكم في الفران. صافي هنا كندخلوا الفران ومن بعد غادي نرجع معكم. وهنا من بعد ما طاب كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كياخذ واحد التحميره خفيفه. وهنا راه خديت الشوكولا ذوبته شوكولا كالا ودرت فيه شويه ديال كاوكاو كونكاسي. غادي نوضعو من فوق الفقاس ديالنا او الحربول ديالنا كما كتلاحظوا. كنوضع من فوقه الشوكولا بهذا الشكل. نحاول انني نغطي الوجه ديالو كله، ما نخلي حتى شي حاجه كتبان شي خويه ولا شي حاجه، باش كيجينا هكذا كله متساوي ومقاد وكيجي رائع البنات، لا في الشكل ولا في المذاق. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي ندخلو الثلاجه بين ما كيجمد، ومن بعد غادي نقطعو معاكم. وهنا البنات من بعد ما جمد كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل، فغادي نبدا انني نقطعو كما غتشوفوا معايا بسهوله. كيتقطع لينا فقاس رولي كيجي رائع البنات، ما كنلقاوش معاه صعوبه وصراحه سهل جدا. فكيستحق انكم تجربوه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وراه كيعطينا تبارك الله كميه اللي هي كثيره. شوفوا معايا كيجي الشكل راقي وغزال ما شاء الله، والكميه تبارك الله كما كتلاحظوا معايا راه بحجم عائلي ما شاء الله، وراه كيجي كيدوب في الفم هشيش وغزال. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات وكومونتيرات ديالكم وتابوناو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.